لو بتاخد المسكنات بعد الاكل علشان تحمي معدتك فانت بتعمل العكس تماما وبتأذيها اكتر. معظم الناس فاكرة ان المسكنات المشهورة زي الكتافلام او البروفين او النابروكسين لازم ناخدها بعد الاكل علشان ما تبوظش معدتنا، بس المفاجأة بقى ان الاكل مش بيحمي المعدة، لكن بالعكس بيخلي الدواء يقعد في المعدة بتاعتك لفترة اطول، وده بيزود احتمالية التهاب جدار المعدة او القرحة خصوصا مع الاستخدام المتكرر. السبب ان المسكنات دي اختصارها النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز او ادوية مضادة للالتهاب غير الاستيرويدية، والادوية دي بتمنع مادة مهمة جدا اسمها البروستاجلاندين. طيب المادة دي بتعمل ايه؟ المادة دي بتحمي جدار المعدة بشكل طبيعي، فانت كده بنفسك بتاخد دواء بيمنع الحماية بتاعت المعدة. مش بس كده، كمان بتخليه يقعد في المعدة اكتر، يعني ضرر مضاعف. طيب ايه الطريقة الصح؟ هتاخد المسكن بعد الاكل من نص ساعة لساعة، مش فورا بعد الاكل، ولازم تشرب معاه كوباية كبيرة من المية، ولو بتستخدمه اكتر من 3 ايام ارجع للدكتور المتابع عشان يكتب لك معاه دواء واقي للمعدة زي واحد من الادوية دي. وطبعا لو عندك قرحة او ارتجاع معدة بلاش تستخدم اي دواء من الادوية دي من غير اشراف طبي. وفي بدايل ممتازة هقولك عليها بتشتغل كمسكنات طبيعية للألم. في مشروب ممتاز وهو الكركم والجنزبيل ورشة من الفلفل الاسود، ده بيقلل الالتهاب بشكل طبيعي بنسب بتوصل ل 80%. تاني حاجة المغنيسيوم ممكن نحصل عليه سواء من المكسرات او حتى السبانخ، وده من الحاجات اللي بتريح العضلات بشكل كبير جدا. كمان لو بتشتكي من الام مفاصل حاول تعمل كمادات ميه دافيه على المنطقه اللي وجعاك وهتلاقي تحسن كبير في الالم. ولو الالم نفسه متكرر الافضل تشوف السبب بدل ما انت بتستمر على المسكنات، لا عالج السبب اللي هو عامل لك الالم ده اصلا. يعني المشكله هنا مش ان الدواء غلط، لكن انت اللي بتستخدمه غلط وبس كده. خلي بالك من نفسك.